بعض الجرائم بتمر مرور الكرام، وبعض الجرائم بتضل محفورة بذاكرة الناس للأبد. جريمة عبد الله الأغبري ما مجرد جريمة قتل، بل هي قصة مؤلمة تحكي عن الظلم والقسوة والخيانة. قصة جريمة وثقتها كاميرات المراقبة لحظة بلحظة، وخلال ساعات قليلة صارت هي الجريمة حديث اليمن وحديث العالم كله. مين هو عبد الله الأغبري وكيف انقتل؟ تابعوا المقطع للنهاية مشان نعرف شو القصة وكيف بلشت. تبدأ قصتنا داخل مستشفى، وفجأة بفوتوا أشخاص على المستشفى وحاملين بإيدهم عبد الله الأغبري. كان عبد الله الأغبري عم ينزف بشكل مرعب، والأشخاص اللي كانوا شايلينه كانوا عم ينادوا الأطباء مشان يجوا ينقذوه بسرعة. وفعلا الأطباء استجابوا وإجوا لينقذوه وبلشوا بالإسعافات الأولية، ولكن اكتشفوا إنه هو أصلا مفارق الحياة. عبد الله الأغبري كانوا مقطع الشريان اللي بإيديه وكان عم ينزف بشكل مرعب. طبعا المستشفى دغري استدعت الشرطة، واللي عملته الشرطة انه بلشت تتحقق مع الاشخاص الخمسة، ومن بيناتهم كان واحد اسمه عبد الله حسين السباعي. رح نناديه نحن حسين منشان ما نخربط بالاسماء. الشرطة بلشت تسألهم انه كيف تعرفوا على عبد الله وشو اللي وصلوا لهون. حكى حسين انه هو صاحب محل جوالات واللي معاه موظفين عنده، وعبد الله هو واحد من الموظفين. وذكر انه بيوم كان عارض اعلان انه محتاج موظفين، وعبد الله تواصل معاه مشان يشتغل عنده، وفعلا حسين شغله. واكتشف حسين انه عبد الله الاغبري جاي من مدينة تانية على هي المدينة مشان يشتغل ويساعد اهله ماديا. وقال انه بعد ما صار يشتغل عنده صار هو والموظفين يلاحظوا حركات غريبة كان يعملها عبد الله الاغبري، مثل انه كان يضرب حاله، وكان احيانا يقوم يوقف ويركض ويرمي حاله على الحيط بهدف انه يأذي حاله. وذكروا كمان انه كانت احيانا تجي مثل نوبات غضب، وكانوا يقولوا انه هو معاه اضطرابات نفسية. وطبعا حسين كان عنده سكن مسكن فيه الموظفين تبعوته، وعبد الله الاغبري كان ساكن معهم. ذكروا انه بيوم قعدوا مشان يروحوا على الشغل، وشافوا انه عبد الله الاغبري جايته نفس الحاله، واللي هو انه بس بده يأذي حاله. فاللي قرروا يعملوه انه ما يخلوه يروح على الشغل، يخلوه داخل هذا البيت. وفعلا تركوه لحاله وراحوا على الشغل. ومر الوقت، ولما رجعوا على البيت شافوا انه عبد الله الاغبري كان معند حاله بطريقه مرعبه. ولما كانوا بدهم يشوفوا شو فيه، عبد الله الاغبري قدر انه يوصل لاداه حاده وجرح ايديه بطريقه مرعبه، واللي كانت سبب بانه ينشقوا شرايين ايديه ويبلش ينزف بطريقه مرعبه. واللي عملوه هن انه دغري نقلوه على المستشفى، والباقي اللي صار كله بنعرفه. وطبعا اعترافات الاشخاص الخمسه كانت متطابقه، ولكن صار في تضارب بكلامهم بنقطه معينه، واللي هي وقت الحادثه كل واحد صار يحكي وقت على كيفه. واحد قال الظهر وواحد العصر، وكل واحد كان يحكي وقت شكل. وهذا الشيء خلى الشرطه تتاكد انه في شيء وراهم. فاللي عملوه تواصلوا مع الأهل وصاروا يسألون إنه هل هو فعلا مريض أو شيء، فكان جوابهم إنه لا، وقالوا إنه مستحيل عبد الله الأغبري إنه يأذي نفسه بأي طريقة. الشرطة راحوا للبيت وصاروا يفحصوا هنيك المكان، واكتشفوا إنه في كاميرا مراقبة. فاللي عملوه دغري بلشوا يطالعوا اللي بقلب هاي الكاميرا مشان يشوفوا شو اللي صار. واللي شافوه أبدا ما كانوا متوقعين إنه يشوفوه. اللي ظهر بكاميرات المراقبة الأشخاص الخمسة وهن عم يعذبوا عبد الله الأغبري. وطبعا هون الشرطة كانوا اخذين جثة عبد الله على التشريح، والطب الشرعي اكد انه عبد الله الاغبري تعذب لمدة ساعات. وفعلا هن وعم يشوفوا كاميرات المراقبة تبين معهم انه تم تعذيب عبد الله الاغبري لمدة 3 ساعات. وطبعا واجهوا المجرمين بالأدلة اللي عندهم، والمجرمين دغري غيروا أقوالهم وصاروا يقولوا إنه عبد الله الأغبري هو حرامي وكان عم يسرقهم. وقالوا كمان إنه بعد ما شافوا إنه كان عم يسرقهم قرروا إنهم يعذبوه، وهن عم يعذبوه فجأة مات بدون ما يقصدوا، يعني مات معاهم بالغلط. هن كانوا بس بدهم يعذبوه ويضربوه، بس هو ما تحمل الضرب ومات.
فهني هون خافوا انه الشرطة ما تصدقون انه هو كان حرامي ومن هالكلام، فاللي قرروا يعملوه انه يقطعوا شريانه بهي الطريقة ويقولوا القصة اللي سمعناها انه هو معاه اضطرابات نفسية وكان يأذي حاله. وطبعا مع الأسف ما في أي دليل بيثبت براءة عبد الله. تم استدعاء المجرمين الخمسة على المحكمة، واللي صار هنيك أبدا ما كان حدا بيتوقعه، ظهور واحد من رفقاته لعبد الله وكان معاه دليل براءة عبد الله، وكان معاه دليل بيثبت انه هدول الأشخاص الخمسة ما مجرد مجرمين عاديين. شو هو الدليل؟ الدليل هو محادثات بينه وبين عبد الله. عبد الله كان عم يقول لرفيقه انه هو رح يترك الشغل اللي عم يشتغله ورح يرجع على مدينته. فلما رفيقه سأله ليش، قال له عبد الله انه الاشخاص اللي عم يشتغل معاهم عصابة، لانه هدول الاشخاص كانوا عم يبتزوا البنات مقابل المصاري ومقابل شغلات تانية مقرفة، بما انه هن محل جوالات. بكل بساطة لما كان يجي لعندهم بنات منشان يصلحوا جوالاتهم، كانوا هن ياخدوا هي الجوالات ويبلشوا ينقلوا الصور اللي بتساعدهم انهم يبتزوهم. وبيوم كان قاعد عبد الله بالمحل ووقعت ايده على هي الفلاشة، ولما فتحها انصدم من اللي بقلبها، واول ما عرف الموضوع قرر انه يترك المكان باي طريقة، وحكى لرفيقه عن كل شيء. ولكن بعد ما رجعوا صحابين المحل انتبهوا انه الفلاشة مغير مكانها، ففكروا انه عبد الله عرف باللي عم يعملوه، وفكروا انه نسخ اللي بقلب هي الفلاشة منشان يشتكي عليهم. فاللي عملوه انه استنوه لما يرجع على السكن ودخلوا وراه وصاروا يعذبوه، وبالنهاية قتلوه. طبعا الشرطة واجهتهم بهي الأدلة وما كان منهم غير انه يعترفوا، وفعلا اعترفوا بكل شيء. وبالنهاية حكمت عليهم المحكمة بالإعدام بالرصاص. ولكن مع الأسف يا جماعة في واحد من هدول المجرمين تم تخفيف الحكم عليه، لأنه المحامي تبعه أثبت انه هو اجى بآخر الجريمة، والضرب والتعذيب اللي عمله لا قدم ولا أخر من حالة عبد الله اللي كان فيها، وتم تخفيف الحكم عليه من الإعدام للسجن 2 سنين. وبس يا جماعة هون بنكون وصلنا لنهاية المقطع. إذا عجبكم لا تنسوا انكم تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا بالقناة منشان يوصلكم كل شي جديد.